لما تعملي أكلة في ظل الغلا اللي احنا فيه ده وتكلفك 50 جنيه، طبعا لازم تكوني مرضية. أكلتنا النهاردة إن شاء الله ليها عشاقها، اللي هي حلويات المذبح. هنعمل النهاردة إن شاء الله الفشة. دي حاجة من الحاجات اللي أنا بقولك عليها من حلويات المذبح، اللي هي الفشة. هنعملها النهاردة إن شاء الله أحسن من اللي بتتجاب من بره. عايزة أقول لكم إن الفشة دي أنا جايباها ب50 جنيه. 50 جنيه، أيوة، هقول لكم إزاي أنا جايباها ب50 جنيه. وزي ما قلت لكم الاكله دي مكلفاني 50 جنيه. هتقولوا طب انتي عامله جنب منها بطاطس وعامله جنب منها سلطه وعامله جنب منها طحينه، طب ما كل ده تكلفه. هقول لكم كل ده ان شاء الله كلفني ازاي 50 جنيه. يلا بينا ندخل ونشوف الفيديو. بس قبل ما نشوف الفيديو هنسمي الله ونصلي على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا عندي الفشه اهيت. الفشه ديت بتروحي تجيبيها من الجزار، او في ناس مخصوصه بتبيع الفشه والممبار والكوارع والحاجات دي. انا جبتها، انا لقيتها متعلقه عنده، فبقول له الفشه دي بكام؟ قال لي ب70 جنيه. قلت له لا، انا هاخدها ب50 جنيه. قال لي ماشي. زي ما انتوا شايفين، انا عايزاكم تركزوا في الحجم بتاعها. شايفين الحجم بتاعها عامل ازاي؟ حجمها كبير. كمان في الفيديو بتاع النهارده عايزه اقول لكم ان انا بعد ما عملتها انا ما كنتش راضيه عن الاكله دي. قلت لا، انا بعد كده ما عدتش هجيبها، ده خساره فيها يعني ال50 جنيه. ده اللي هنشوف برضو كمان في فيديو النهارده ليه انا قلت ان هي خساره فيها ال50 جنيه. فعشان كده بقول لكم ركزوا شويه في الحجم بتاعها، حجمها كبير. عايزه اقول لكم ان الفشه دي من الحاجات اللي هم بيحطوا لها ميه، يعني مش عارفه بيسقوها ميه ازاي ان هي تنفش معاهم. حجمها بيكون صغير، وانتي لما بتيجي تشوفيها عندهم بتحسي ان هي كبيره، فعشان كده بتقولي لا ده حجمها كبير، اما اجي اعملها تهكف وهيفيض. فانتي ما تتغريش بشكلها لانهم بيكونوا نافخينها بالميه. هنعملها بقى ازاي؟ انا عندي هنا بصل متبلاه بشويه ملح وشويه فلفل اسود. هنطبخها زي ما بنعمل الفراخ بالظبط. حاطه ميه على النار، حطيتها ان هي تغلي. بس طبعا الاول انا غسله الفشه وغسلاها زي ما بنغسل الفراخ بالظبط، وقعدت اغير عليها الميه اكتر من مره بعد ما نقعتها بالمحلول اللي احنا بننقع بيه الفراخ. الميه غلت، لازم تغلي. بعد كده هحط فيها الفشه. طريقه سلق الفشه غير الطحال. هبقى انزل لكم مره تانية بطريقه الطحال. هنا اما الميه غلت نزلت بالفشه. هستنى اما تنزل اما تطلع الريم اللي عليها وهشيله. زي ما قلت لكم طريقتها زي الفراخ او اللحمه بالظبط. ممكن اللي انتي تديها غلوه كده في الاول وتغيري الميه بتاعتها وتديها شطفه وبعد كده تغلي ميه تانية وتحطيها فيها، او اللي انتي تعمليها كده على طول. الفشه بتاعت النهارده دي فشه ضاني، فهي مش محتاجه الخطوه اللي انا بقول لكم عليها دي، لانها مش بتستحمل. بعد ما شلت الرغاوي اللي طلعت عليها او الريم اللي طلع على الوش، حطيت البصلايه وهسيبها ان هي تغلي. هنا بقى مش محتاجه ان انا احط لها طماطم، مش محتاجه ان انا احط لها اي حاجه، لان طبعا الميه بتاعتها دي بتترمي. كل ما تطلع رغاوي هشيلها، يعني هي هتفضل تطلع رغاوي كده فتره لغايه اما هي خلاص ما عادتش تطلع رغاوي خالص. ههدي بقى عليها النار واسيبها ان هي تستوي. هي مش هتاخد وقت معاكم. بعد ما تستوي هطلعها من الميه. طول ما هي في الميه هتحسوا ان هي نافشه وهتحسوا ان هي كبيره. طب انا بعرف منين ان هي استوت؟ بمسك كده طرفها بايدي كده، بحس ان هي اتقطعت معايا بسهوله، يبقى هي كده خلاص استوت معايا. دي شكلها بعد ما استوت. شايفين حجمها بقى عامل ازاي؟ انا الصراحه اتصدمت لما شفت شكلها كده. ايه ده ما كانش ده حجمها اللي انا كنت جايباه، ده كان حجمها اكبر من كده بكتير. فانا قلت لا، حرام اللي انا اجيبها بعد كده، ده مش هتكفينا، ده حاجه قليله. طيب انا عملت ايه بقى؟ انا كنت عامله حسابي ان انا هعملها وهعملها لهم سندوتشات زي بره بالظبط، يعني سندوتشات ويتحط عليها طحينه وفي قلب منها الخضره والسلطه وخلاص. اما لقيتها قليله كده قلت طب والله لا، احمر جنب منها شويه بطاطس شيبس. طيب البطاطس كانت موجوده عندي في البيت، عشان كده انا يعني قلت لكم تكلفه اكله النهارده اللي انا اشتريته من بره. وعشان اكون صادقه معاكم كمان، يعني كمان الخضره، يعني انا جبت ب2 جنيه خضره كمان. لكن الطماطم كانت عندي، البصل عندي، يعني الخضار عامه كان عندي. انا ما بحسبش الحاجه اللي انا اللي انا طلعتها من البيت، انا بحسب الحاجه اللي انا اشتريتها من بره. طب ليه؟ لان الحاجه يعني مثلا انا لو مصروفي مثلا
100 جنيه، انا اشتريت حاجات ب50 جنيه، يعني اكلة النهاردة كلفتني 50 جنيه. بقية الفلوس هروح اشتري بيها طلبات تانية ناقصاني في البيت. يعني مثلا هشوف لقيت بطاطس مش موجودة هجيب، حاجات سلطة مش موجودة هجيب كده. لو انتي حسبتيها بالورقة والقلم هتقولي طب ما البطاطس بكذا، الطماطم بكذا، البصل بكذا. طب ما تحسبي الزيت كمان، احسبي الملح، احسبي البهارات، مش هتعيشي. انا بحسب اليوم اللي انا، يعني اليوم ده انا اشتريت فيه ايه. اللي عندي خلاص انا اشتريته من حاجة كنت انا موفراها او هو متوفر عندي خلاص. لان اللي انا هوفره في نفس اليوم ده هوفر فيه حاجات تانية ان هي تمشيني في ايام تانية كده. تمام. فعشان كده انا قلت لكم الاكله بتاعت النهارده مكلفاني 50 جنيه، انا ما حسبتش بقى الحاجه. حتى لو كلفتنا 100 جنيه، هي على فكره لو جيتوا تحسبوها بالمليم هتكلفكم اقل من 100 جنيه، برضو هكون مرضيه. في الوقت اللي احنا فيه والغلا اللي احنا فيه ده اكيد برضو هنكون مرضيين ان اكله زي دي تكلفنا 100 جنيه. وزي ما قلت لكم والله ممكن تكلفكم اقل من 100 جنيه لو جيتوا تحسبوا الحاجات دي. شوفي انتي لو رحتي اشتريتيها من بره هتشتريها بكام، وطبعا مش ضامنه النظافه بتاعتها ولا معموله ازاي. زي ما قلت لكم انا حسيت ان انا مش راضيه عنها لانها طلعت كميه قليله، ما كنتش متخيله ان ده كان حجمها. بس بعد ما عملتها قلت هعمل شويه بطاطس شيبسي هحطها كده ازودها مع السندوتشات. وعدى اليوم والحمد لله كانوا مبسوطين جدا وفرحانين لانهم انا عندي يعني هم بيحبوا الحاجات دي. وعايزه اقولك ان هي بتختلف من حاجه لحاجه. يعني انتي مره ممكن تجيبيها تحسي ان هي كبيره شويه، يوم ما كنت عاملاها في عزومه العيد كانت كبيره شويه عندي، يعني كان بسم الله ما شاء الله عامله لي طبقين، انما دي تعتبر طبق ونص. طب الطحينه دي اللي انا كنت عاملاها معاكم وطحينه اقتصاديه، وبسم الله ما شاء الله كان مطلع معايا برطمان كبير حوالي كيلو، كان في شويه كمان. انا بستخدمه لسه عندي ربع البرطمان، وما يخلص هجيب تاني وهعمل تاني وممكن اعملها معاكم. يعني انا هخليكم ما تشتروش اي حاجه من بره، هخلي عندكم الخير دايما في البيت، وربنا يجعل عندنا دايما الخير في البيت يا رب، ويكون كل حاجه موجوده، يعني ما نحتاجش لاي حاجه من بره. انا هنا ده الخضره اللي انا اشتريتها في نفس اليوم، ما كانش عندي خضره، انا كان عندي الطماطم في التلاجة. قطعت كرات وبقدونس. انا هنا كنت جايبه خضره كرات وبقدونس بتمشي مع الاكله دي حلوه قوي. عملتها كده فرشة في قلب الصينية كده من تحت، ورصيت حوالين منها البطاطس الشيبسي، وحوالين منها دواير او حلقات من الطماطم والبصل. شايفين بسم الله ما شاء الله، تحسوا ان هي لوحة فنية، اكلة تحفة. عملت لهم سندوتشات وجنب منها بقى كمان الطحينة والمخلل. طبعا عملت السندوتش كان فيه الفشة وشوية بطاطس وطماطم وبصل، ورشيت عليه شوية طحينة، والمخلل اخدوا المخلل ان هما يبلعوا بيه. زي ما اتفقنا اكلتنا النهاردة تعتبر اقتصادية وعلى قد الايد للناس اللي بتحب الاكلات الاقتصادية. اكلتنا النهاردة يا دوبك كلفتني ال50 جنيه، انا يعتبر انا عن نفسي مرضية عن الاكلة دي. ده فيديو النهاردة، يا رب يكون نال اعجابكم. اسيبكم في رعاية الله واستودعكم الله.